النهارده بأمر الله هنعمل مع بعض التومية السوري. عايزة اقولك ان انا جبت لك الطريقة من حد شغال في مطعم سوري. طريقة حلوة جدا، وطبعا احنا بنشتريها من بره بتبقى غالية. يلا نسمي بسم الله ونصلي على الرسول ونشوف هنعمل ايه. معايا كده في حلة او في طاسة على النار. معايا كوباية من المية، مية عادية خالص. نزلت بكوباية من المية، وعلى المية نزلت بمعلقتين من النشا. الكيس كان فيه كده ايه معلقتين نزلت بيهم. بقلب دلوقتي كده المية بالنشا على البارد. انا حطهم على البوتاجاز بس لسه ما ولعتش عين البوتاجاز بالشكل ده. هبتدي ان انا اقلبهم او ادوب النشا في الميه. اول ما اتاكد ان النشا خلاص داب كده مع الميه، وابتدي ان انا اقلب فيها لحد ما توصل للقوام ده. بصي النشا كده ايه مسك في بعضه وايه تقل كده معايا. هاخد النشا اركنه على جنب، مش هشتغل فيه نهائي غير امتى؟ بعد ما يبرد خالص هبتدي ان انا اشتغل فيه. تمام تمام. كده برد معايا وبقى زي الفل. هبتدي ان انا ايه احضر بقى حاجتي. معايا بقى في الخلاط او في الكبه بتاعتك اي حاجه. نزلت بمعلقه من الثوم المفروم فرم ناعم بالشكل ده، عشان يبقى سهل عليا في الضرب كده، وانا بضربه يتفرم معايا اكتر بسرعه، او يدوب مع المكونات اللي هنضيفها دلوقتي. يبقى انا نزلت بمعلقه كبيره من الثوم المفروم، نزلت بمعلقتين من المايونيز زي ما احنا شايفين، هنزل بمعلقتين كبار من الخل. ومش هكتر خل عشان طعمه ما يبقاش باين قوي، او يبقى الخل كتير فيه. انا المقادير اللي بقولها دي مظبوطه قوي. يبقى معلقتين كبار من المايونيز، معلقتين كبار من الخل بالشكل اللي احنا شايفينه ده كده، في شفشق الخلاط او في ايه في الكبه بتاعتك. انا استخدمت الشفشق عشان ايه اعرف ان انا اضرب الحاجه ايه براحتي. ودلوقتي نزلت بربع كوبايه من الزيت، وربع كوبايه من الحليب، وربع معلقه من الملح. ومش هكتر الملح لان التوميه السوري اللي احنا بناكلها بره الملح بتاعها بيبقى مظبوط قوي، ما بتبقاش فيها ملح كأني ما فيهاش ملح. خدت بقى المكونات دي كلها وضربتها كويس جدا في الخلاط لحد ما اتاكد ان التوم مش باين، يعني طعم التوم اختلط في المكونات وداب مع المكونات وكاني مش حاطه توم. عايزاه يتفرم جامد ايه في الحليب والزيت والخل والمايونيز وكده. بعد بقى ما خلاص النشا ايه برد معايا وضربت مكوناتي، هضيف بقى النشا اللي هو اللي انا دلوقتي اللي هو خليط النشا التقيل ده كده. هضيفه على المكونات وارجع اضربها تاني في الخلاط. هضرب فيها كده لمدة ايه 3 4 دقايق بالشكل ده لحد ما النشا يدوب برضو مع المكونات. لو لقيتيها تقيلة معاكي، انا لقيتها تقيلة شوية، نزلت ب3 معالق كبار من الحليب. لقيت القوام خلاص بقى اللي هو المظبوط ده، يبقى خلاص تمام. يبقى انا خففتها معايا بايه ب3 معالق من الحليب. عايزه اقول لك ان القوام مظبوط بسم الله ما شاء الله تبارك الله. ولا اللي هي تقيله قوي مش عارفه انزلها من شفشق الخلاط، ولا اللي هي خفيفه قوي صيصه كده، لا. هو يعني بجد هي دي بجد التومية السوري اللي احنا بناكلوها في المحلات السوري او عند السوريين بره. حلوة جدا، اعمليها. عايزة اقولك ان هي غالية جدا. طبعا بناكلها بقى جنب الشاورما، اساسي هي اصلا للشاورما. بنحب احنا بقى ناكلها جنب البانيه، الشيش تاوك، الكفتة، اي حاجة، المشويات، الفراخ المشوية، الكفتة. عايزة اقولك جنب الصدوق، جنب اي حاجة بنحب بجد ان احنا ناكلوها. حلوة جدا، حلوة جدا، اعمليها وجربيها ان شاء الله تعجبك كده. وبجد اقتصادية وسهلة جدا زي ما احنا شايفين كده. بصي القوام تبارك الله، القوام كريمي ومظبوط جدا، يعني مش تقيلة ومش خفيفة زي ما احنا كده شايفين. بحبكم في الله احلى اخوات، ربنا يديمكم نعمة في حياتي. اوعوا تنسوني في اللايك. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه في حفظ الرحمن حبايب قلبي.